عمركم شفتوا فراخ بتتبل بالريحان؟ يا نهار ابيض يا ولاد. تعالوا شوفوا بقى الوصفة الروعة دي والطعم الرائع اللي مش هتلاقيه في حتة تانية خالص. عندنا هنا الفرخة بتاعتنا. الأول نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، نسمي بسم الله ونبدأ كده. غسلنا الفرخة بقى وعقمناها كويس بالليمون وبالدقيق، غسلناها كويس جدا وصفيناها طبعا بالمحلول الملح بتاعنا اللي احنا متعودين بنغسل بيه اي حاجة زفرة يا جماعة، حتى السمك. دقيق وليمون ومية في المحلول دوت، وبنبدأ ان احنا نسيبه لمدة ساعة كده ولا حاجة، بتطلع معانا زي الفل. نبدأ نكسر بقى العظام بتاعتها كده ونعمل فيها فتحات علشان ننزل فيها التتبيلة. نكسر العظام، كسرنا عظامها بالشكل ده علشان تبقى طرية كده وجوسي وتشرب من التتبيلة كويس كويس قوي. ببدأ كده انشف السوائل اللي طلعت منها بمناديل المطبخ بالشكل دوت. وعندي السر بقى ريحان مجفف، وعندي زعتر وروزماري وملح. تمام. عندي الروزماري، انا ما كانش عندي روزماري فريش فانا حطيت روزماري ناشف عادي، نقعته في شويه ميه كده عشان يبقى طري كده وحلو ويتضرب معايا بسهوله وريحته تطلع. وحطيت بقى بصلتين على طماطمايه مع التوابل بتاعتي مع الملح والفلفل. وهبدأ ان انا اضرب الخليط ده ضربا مبرحا. تمام. قطعت بقى بصلايه شرايح كده، مش هقطع صغير، هقطع بصل شرايح من تحت. تمام. عندي بقى الفرخة بتاعتي الجميلة دي، هبدأ ان انا احط الخليط بتاعي اللي المفروض كنا حاطين عليه شوية زيت، بس هنحط الزيت بعد كده، انا كنت نسيت. هبدأ ان انا اتبل الدجاجة بتاعتي الفرخة بالشكل دوت. يا سلام على التتبيلة الجميلة. هنزل بقى بشوية مستردة، على شوية كاتشب، على شوية باربيكيو الحشري ده انا بحطه في كل حاجة صراحة فظيع. عندي صويا صوص، ملح وفلفل. طبعا الملح احنا حطيناه خلاص، شوية شوية كده من شوية صغيرين يعني مش كتير من المرقة الفورية. تمام. شوية بهارات فراخ، توم باودر، بصل باودر، بابريكا مدخنة. هبدأ بقى اقلب كل ده. المفروض يا جماعة كل الحاجات دي كانت اتحطت مع البصل اللي احنا ضربناها، بس انا طبعا كنت نسيت فعملت الاضافة دي بعد كده. لكن انتوا لو هتعملوها في الكبة هتحطوا كل ده مع بعض وتضربوه. تمام. عندي هنا بقى بطاطساية هحطها كده من تحت، بطاطساية 2 حسب حجم الصينية. تبلتها كده بالشكل دوت. يا سلام على المنظر الجميل. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. هبدأ إن أنا أغطيها بالفويل. الأكل اللي بيتعمل بذكر الله يا جماعة بيطلع تحفة. عندي هنا شوية زيت كده على الوش، زيت زيتون. هغطي بقى بالفويل كده علشان ما تاخدش معايا وقت في السوا وعلى الفرن. هعمل بقى هنا الصوص اللي هدهن بيه وش الفرخة. عندي صويا صوص، صوص الباربيكيو، معلقة كبيرة من كل حاجة، كاتشب، مستردة، كل الصوصات اللي عندي، ما عدا طبعا المايونيز ده بيتحط لي يعني اكلات معينة او حاجات معينة. هحط نفس التوابل. عندي البابريكا مدخنة وتوم باودر وبصل باودر. وهبدأ ان انا اقلب الخليط بتاعي بالشكل ده. ده التوم البودر وبصل، انا دايما بخلط التوم البودر والبصل باودر مع بعض، بحطهم في علبة واحدة. شوية زيت زيتون. هبدأ اقلب كده كويس. خدت بقى نص سوا في الفرن، هطلعها وهبدأ ان انا ادهن الوش بالشكل ده. روعة يا جماعة، جربوا الوصفة دي والله هتدعولي. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. الا بذكر الله تطمئن القلوب.
جربوا الاكل وانتوا بتعملوا الاكل كده بذكر الله سبحانه وتعالى. هدخلها تاني تحت الشوايه بقى، يعني شويه في الفرن من تحت وشويه تحت الشوايه 5 دقايق، وتطلع معايا الروعه دي، وبالهنا والشفا. ما تنسونيش بلايك.